مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله كل بخير. وصفة اليوم راح تكون حلا سهل وسريع. يلا نبلش بالخطوات. بهذا البايركس راح ابدي احضر الطبقات. بالنسبة للطبقة الاولى حتكون كيك. استخدمت الكيك الجاهز. حبدي اصفطه بهذا الشكل. راح ابدي احضر للطبقة الثانية. راح اضيف كوبين من كريمة الطبخ او ممكن تستبدلوه بالكريم شانتيه، وراح اضيف له نص كوب من الشكر. طبعا كمية الشكر حسب رغبتكم. وراح اضيف له المانجا. بالنسبة للمانجا اني استخدمت 4 حبات من المانجا حجم وسط، خليتهم بالخلاط وهرستهم. وراح اضيف له كمية قليلة من الفانيلا. راح ابدي اخفق المكونات الى ان تتماسك الكريمة. بعد ما سخنت الكريمة شوية راح ابدي انزل الجبن الكريمي. هنا انا حستخدم 3 ملاعق متروسة من اي جبن كريمي. بالنسبة الي استخدمت جبن فيلادلفيا. وهسه راح ارجع امزج المكونات سوية مرت الأخ. هسه راح ابدي اصفي طبقات الحلاوة. مثل ما قلنا بالبداية الطبقة الاولى راح تكون كيك. هسه راح ابدي اوزع عليها من الكريمة اللي سويتها. بعدها راح اوزع قطع من المانجا، قطعتها مكعبات ناعمة. وارجع اخلي طبقة ثانية من الكيك. ونفس الشي ارجع اخلي من طبقة الكريمة. هسه راح ادخلها نص ساعة بالثلاجة الى ان تتماسك طبقة الكريمة بين ما احضر الطبقة الثالثة. بالنسبة للطبقة الثالثة خليت حبتين من المانجا بالخلاط وهرستهم كلش ناعم. هسه راح اضيف لهم قاشوقة اكل من النشا، ذوبتها بشوية مي، راح اضيفها وياها. وراح اضيف لها 3 كوب من الشكر. وراح ابدي امزج المكونات سوية الى ان تسخن. طبعا ممكن تستبدلون هاي الطبقة بطبقة من الجلي مال مانجا هم تطلع طيبة. لاحظوا هسه بدأت تدخن، خلاص راح ارفعها عن النار واضيفها للحلاوة. بعدها راح اتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة وارجع ادخلها بالثلاجة 3 ساعات الى 4 ساعات، يطلع طعمها كلش اطيب. وراها ازينها بالفواكه واشوفكم شكلها النهائي. وحلاوة اليوم صارت جاهزة، شوية زينتها بالفواكه. ان شاء الله تجربون هاي الوصفة وتعجبكم. تدروني بفيديوهات جديدة. مع السلامة.